واش كتلاحظوا ان بعض الاخبار كدوز في صمت وفي السكات، ولكن كيكون وراها رسائل كبيره؟ اليوم غادي نهضروا على اتصال هاتفي واحد، ولكن هذا الاتصال ماشي عادي. هذا الاتصال عنده دلالات كبيره. رئيس الحكومه المغربيه عزيز اخنوش دار اتصال مع الوزير الاول ديال السنغال اللي هو عثمان سونكو، والموضوع تاكيد عقد الدوره الخامسة عشر اللجنه العليا المشتركه المغربيه السنغاليه اللي كتعقد في الرباط يومي 26 و 27 يناير. ولكن علاش هذا الخبر مهم وعلاش خاصنا نوقفوا عنده؟ اولا، شنو هي هذه اللجنه العليا؟ هذه اللجنه العليا ماشي لقاءات ديال المجامله، ماشي صور والسلام. هذه اللجنه كتجمع مسؤولين كبار، وزراء، ادارات ومؤسسات كتناقش ملفات حقيقيه اللي كتشمل مواضيع الاقتصاد، الاستثمار، الفلاحه والتكوين ومجال الطاقات المتجدده. يعني ببساطه من الكلام للفعل. دابا خلينا نوقفوا هنا شويه. التوقيت ديال هذا الحدث مهم ومهم بزاف، بحيث السنغال دازت من مرحله سياسيه حساسه، قياده جديده، رئيس جديد وحكومه جديده. ورغم هاد التغييرات الكثيره، اللجنه كتعقد في الموعد ديالها وبلا تاجيل. شنو المعنى ديال هاد الشيء كامل؟ العلاقه ثابته ما كتبدلش بتبدل الحكومات. وهنا الرساله واضحه. المغرب والسنغال علاقه دول ماشي اشخاص. دابا ندخلوا للنقطه الاهم. البلاغ قال ان اللجنه غادي تزامن مع المنتدى الاقتصادي المغربي السنغالي. وهنا البيت القصيد، بحيث السياسه بلا اقتصاد ما كتكملش دائما. هذا المنتدى كيجمع شركات ومستثمرين في القطاع العام والخاص. المغرب هنا كيعزز الدور ديالو كبوابه لافريقيا، والسنغال شريك اساسي في غرب افريقيا. وعلاش السنغال بالضبط؟ السنغال ماشي اختيار صدفه، بحيث كتمتلك السنغال موقع استراتيجي، ميناء داكار، استقرار نسبي، سوق واعدة، والمغرب حاضر تما. حاضر في العديد من المجالات، في مجالات مثل البنوك، التأمينات، الاتصال والفلاحة، وحتى في التكوين الديني. يعني العلاقة ماشي جديدة، ولكن كتطور. البعد الديني الإنساني، وهنا نقطة كيهضروا عليها قليل، ولكن العلاقة ماشي غير أرقام ولا استثمارات. كاين البعد الإنساني والديني وروابط تاريخية، الزوايا مثلا والطريقة التيجانية. هذا العمق الروحي كيعطي العلاقة واحد الوزن خاص، شي حاجة ما كتشراش بالفلوس. وهذا الاتصال فيه رسائل بزاف. رسالة للداخل أن المغرب ثابت في اختياراته الإفريقية، ورسالة لإفريقيا أن الرباط شريك موثوق، ورسالة حتى للعالم أن المغرب خدام بسياسة النفس الطويل، بهدوء وباستمرارية. وفي الأخير هذا الاتصال ماشي غير عابر، راه حلقة جديدة في شراكة استراتيجية مبنية على الثقة والتاريخ والمصلحة المشتركة. الدورة الخامسة عشر والمنتدى الاقتصادي يقدروا يفتحوا آفاق جديدة للتعاون. وكيبقى السؤال الحقيقي، واش المغرب غادي يعزز أكثر الحضور ديالو في إفريقيا في الأيام الجاية؟ من هنا لقدام غنعرفوا الجواب على هذا السؤال. إلا وصلتي لهنا راه الموضوع كيهمك. إلا عجبك الفيديو دير لايك، اكتب الرأي ديالك في التعليقات، وما تنساش الاشتراك. نتلاقاو في فيديو جديد.